بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض جزء دكتورة نجلاء. نفتكر بس مع بعض كده الحاجات اللي احنا خدناها وهنعرف احنا هناخد ايه. أول حاجة كنا بنتكلم في جزء دكتور علاء على ايه؟ جزء دكتور علاء كان بيتكلم على الجهاز السمبثاوي سمباثيك، واتكلمنا في السمباثيك بقى على الريسبتورز اللي هم الفا ريسبتور وبيتا ريسبتورز، واتكلمنا بقى على الالفا اجونست والبيتا اجونست والادويه اللي بتشتغل على الفا وبيتا. ده كده كان جزء دكتور علاء. جزء الدكتوره نجلاء بقى لا العكس. دكتورة نجلاء عكس السمباثيك اللي هو هنتكلم بقى على البارا سمباثيك. هذا الجهاز البارا سمباثيك او بنسميه الجار سمبثاوي ليه اسم تاني اسمه كولينرجيك سيستم. ليه اسمه كولينرجيك؟ قال لك لان النيورو ترانسميتر بتاعي هو الاسيتايل كولين، فكولين كولينرجيك. له اسم ثالث بنسميه كرانيو ساكرال سيستم. ليه اسمه كرانيو ساكرال؟ قال لك عشان كمان شويه لما بناخد هنلاقي ان الاعصاب او النيرفز اللي بتغذي الجهاز الباراسمباثيك وتؤدي الى الشغل بتاعه طالعه اما من الكرانيال اللي هو جزء من البرين او من الساكرال اللي هو في اخر السباينال كورد. كل ده هنتكلم عنه دلوقتي، بس احنا نعرف الاول احنا بنتكلم على ايه. ده اول حاجه لازم نفتكرها مع بعض ونعرف احنا ماشيين ازاي. حاجه بقى نفتكرها كده على السريع، الريفلكس ارك. ايه الريفلكس ارك ده؟ بتاع الصراصير. ازاي؟ لو احنا فاكرين كان في ستيمولس، هذا الستيمولس زي شكه الدبوس يحسها ريسبتور. هذا الريسبتور ينقل الاحساس من خلال افرنت دائما ابدا يحتوي على الناقل العصبي او نيورو ترانسميتر الاستايل. وقلنا دايما all afferent containing acetylcholine. ده اول حصه لينا في الفارما. هذا الريسبتور لما يطلع الاستايلكولين في الافرنت كان بيروح للسي ان اس. هذا السي ان اس يفهم الاستيمولس بتاعتي فيطلع حاجه اسمها افرنت. هذا الافرنت لما كنا بنتكلم يا اما يكون اوتونوميك يا اما يكون سوماتيك. خلينا في الاوتونوميك، كنا بيقول يبعت نيرف او فايبر الى الجنجليا. هذا الفايبر سميناه بري جانجليونيك، ثم يخرج البوست جانجليونيك. هذا البري جانجليونيك قلنا دائما ابدا يحتوي على الاسيتايل كولين، مفيش خلاف. الفرق كان بقى في البوست. قلنا لو كان سمباثيك كان بيطلع مين في السمباثيك عند الدكتور علاء؟ كان بيطلع نورابينفرين. لكن النهارده في الباراسمباثيك بيطلع اسيتايل كولين. ده اللي هنمشي عليه. بعد كده بقى يروح للافكتور اورجان عشان يدي الريسبونس. انا يهمني بس الحته بتاعت البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك. البوست جانجليونيك هنا لاحظنا انه اسيتايل كولين والبري جانجليونيك اسيتايل كولين. يهمني كمان هناخدها كمان شويه ان في هنا على الجانجليا ريسبتور بنسميه ان. هذا الريسبتور اللي بيشتغل عليه الاسيتايل كولين اللي جاي من البري جانجليونيك يروح على الجانجليا يمسك في هذا الريسبتور، وحسب النوع الاشاره اللي بعتها السي ان اس بقى هيطلع لي نور ابنفرين او يطلع لي اسيتايل كولين. يبقى كده اول ريسبتور احنا ناخده في بالنا هو حاجه اسمه ان ريسبتور، نيكوتينيك ان ريسبتور. كده بس كانت حته انترودكشن عشان بس نعرف احنا هنمشي ازاي واحنا فين. نيجي بقى نتكلم على الباراسمباثيك سيستم. الباراسمباثيك سيستم لو احنا فاكرين الرسمه دي كانت بتاعت السباينال كورد اللي جاي من البرين اللي سميناها رسمه السي ان اس. كنا بنقول في الفسيولوجي انه يتقسم الى كرانيال اللي تبع البرين، بعد كده سيرفايكال، ثوراسيك، لامبر، ساكرال. وكنا بنقول ان النيورونز او النيرفز بتاعت السمباثيك بتخرج ايه؟ ثوراكو لامبر. لكن الباراسمباثيك بقى اللي احنا فيه النهارده بيخرج اسمه ايه؟ كرانيو ساكرال. يبقى كده الاعصاب طالعه من منطقه الساكرال ومنطقه الكرانيال، والكرانيال اللي تبع البرين. فبنقول ان كل النيرف فايبرز والحاجات دي طالعه من السي ان اس. منين في السي ان اس؟ واحد من البرين اللي هو الكرانيال، واحد من السباينال كورد اللي هو الساكرال. حلو، ده اول حاجه لازم نكون عارفينها. تاني معلومه الجنجليا اللي هي موجوده فين؟ قال لك الجنجليا يا تكون في الاورجن على الاورجن او تكون محترمه نير الاورجن. يعني لو ده الاورجن اهو، ده افترض ان ده الاورجن، الجنجليا فين؟ يا اما الجنجليا تكون هنا على الاورجن او قريبه من الاورجن. طب ده معناه ايه؟
مش ده معناه ان هذا ده بنسميه البري طويل، وان البوست اللي طالع من الجنجليا للاورجن هيكون قليل، سواء كانت الجنجليا بقى امبيدد او كانت قريبه. فبيقول ان عندي البري جانجليونيك هيكون لونج، والبوست جانجليونيك هيكون شورت. الكلام ده قلناه في جزء دكتور علاء ونعيد عليه تاني. حلو. طب نيجي، ده اول حاجه اتكلم عنها. نيجي على الفانكشن بتاع الباراسمباثيك، بنسميه ريست، نفس الكلام اللي قلناه في جزء دكتور علاء في الاول، ريست ودايجست. احنا بنعيد بس الكلام عشان ناكد عليه. ريست في وقت الراحه هو اللي بيشتغل، والدايجست طب في الدايجست ده انت محتاج ايه؟ والله محتاج الجي اي تي تشتغل، فيحصل عندك ديفيكيشن اللي هو الاخراج. محتاج وقت الاكل ان الاتش سي ال يزيد عشان يهضم، فده المسؤول عنها الباراسمباثيك. محتاج وقت الاكل افرازات زي البايل للهضم، محتاج سلايفا للهضم، بنقول عندي السكريشن. يبقى الجهاز المسؤول عن الاكل والدايجست هو مين؟ الباراسمباثيك، من خلاله بقى بيعمل ديفيكيشن، يزود الاتش سي ال، يعمل سكريشنز للانزيمات الهاضمه والى اخره. كمان لو انت شارب ميه هو اللي هيخرجها من خلال اليورين، فهو المسؤول عن اليورينيشن. كده نتكلم عن الفانكشن. لو احنا فاكرين كده حاجه في الفسيولوجي، كنا بنقول ان البري جانجليونيك يدخل على الجنجليا ويخرج منها عدد. كنا بنقول في في السمباثيك واحد يدي 32، لكن هنا في الباراسمباثيك عارفين ان واحد بيدي 2، فنقول ان الواحد بري جانجليونيك بيدي اب تو 2 بوست جانجليونيك، فيروح ل 2 اورجان فقط، فبنسميها لوكالايزد افكت او ديسكريت. كلام متكرر برضه بس بنأكد عليه. تمام. اخر حاجه نيجي بقى نشوف الكرانيال ده بيطلع منه ايه، وهذا الساكرال بيطلع منه ايه. نخلص من الساكرال. الساكرال بيطلع منه يا اس واحد اسمه اس 2، يا نيرف اسمه اس 3، يا نيرف اسمه اس 4. يعني نقول ساكرال 2 3 و4، من ساكرال 2 لساكرال 4. نيجي للكرانيال. كرانيال لا بيطلع منه حاجات تانية. الكرانيال يا اما يجي بتاع العين اللي كنا بنسميه اوكيولوموتور، ومن وظائف الباراسمباثيك في العين انه بيعمل مايوزس. يعني خلينا نجمع الحاجات كده، كل ده هنحتاجه قدام. يبقى اول واحد اسمه اوكيولوموتور، لو احنا فاكرين الرقم بتاعه كان كام؟ نيرف رقم 3. تمام. بتاع تعابير الوش بقى والسلايفال في الفم والحاجات دي كان اسمه ايه؟ فاشيال نيرف. هذا الفاشيال نيرف كان رقمه كام؟ كان رقمه 7. ده بقى مسؤول عن تعابير الوش، السكريشنز اللي في الفم، الحاجات دي كلها، المسلز. لما نتكلم عن الباراسمباثيك هنقول هو المسؤول عن الكونتراكشن كمان بتاع المسلز، فنقول المسل ساعة الفم والضحك، الحاجات دي مين مسؤول عنها؟ الفيشال نيرف. حته بقى في اللسان في واحد اسمه جلوس فارنجيال، كل دول طالعين من الكرانيال. جلوس فارنجيال ده رقم 9، اللي مسؤول بقى عن اللسان وحركه اللسان وزي ما اخذنا في الفسيولوجي. واخر واحد واقواهم يعتبر هو الفيجاس نيرف، وده بيكون هو رقم 10. من قوته ولانه بيعمل اكتر الاكتيفيتي من الكرانيال واكتر الاكتيفيتي في الباراسمباثيك، كانوا بيسموا احيانا الباراسمباثيك سيستم فيجال سيستم، لان فيجاس هو الاكثر نيرف متحكم واكثر نيرف مهم فيها. حلو كده احنا خدنا الانترودكشن اللي تهمنا. هل دكتوره نجلاء هتسال في ده؟ لا. دكتوره نجلاء قالت كده في المحاضره، انا مش هسال في اي فسيولوجي، كل الكلام ده فسيولوجي، لكنها ركزت على حتتين نبقى عارفين ان النيورو ترانسميتر بتاعي هو مين؟ هو الاسيتايل كولين، سواء في البري جانجليونيك او في البوست جانجليونيك. ما عدا اكسبشن واحد هناخده كمان شويه في الادرينال ميدل. ركزت على ايه كمان؟ الرايز منين؟ كرانيو ساكروي. ركزت على ايه كمان؟ ركزت على الجنجليا مكانها فين؟ مكانها يا اما لوكالايزد على الاورجن يا اما نير تو الاورجن. دي الحاجات ركزت عليها، لكن قالت انا مش هسال فيسيولوجي، كل الكلام ده فيسيولوجي. نخش على حاجه من المفيد اللي ممكن يتسال فيه، السنسز بتاع الاستايلكولين. كيف يتم تخليق الاستايلكولين؟ هنرسم مع بعض الرسمه دي، ده عندكم في الورق. ده بنسميه النيورون، وهنا الاورجن، ده الاورجن، وهنا منطقه السينابس. كلنا عارفين منطقه السينابس او الفصل العصبي. طيب ايه اللي بيحصل؟ بقول لك خارج هذا النيورون بيكون عندي ماده الكولين، ده طبيعي، ليها سورس كتير بيجي منه. الكولين يا اما بيجي من الاكل،
من الفود او بيجي من الدي نوفو، وهنشرح يعني ايه دي نوفو سينثيس. دي نوفو سينثيس يعني تخليقه داخل الجسم، هناخد في الاخر خالص ازاي بيجي الكولين بالدي نوفو، لكن مبدئيا كده هو بيجي من الاكل والدي نوفو. هذا الكولين بيحصل له ابتيك، يبقى اول مرحله عندي هي الابتيك اوف الكولين باي نيورون. يدخل عندي الكولين لجوه النيورون، هذا بقى عندي كولين جوه. ايه اللي بيحصل؟ بيلاقي حاجه اسمها الاسيتايل كو ايه، دي ماده هتعرفها في البايو كتير. طب الاسيتايل كو ايه السورس بتاعها ايه؟ ايه اللي يجيب الاسيتايل كو ايه؟ قال لك السورس بتاعها اكتب كده ميتابوليزم. ميتابوليزم اي حاجه معروف، الفاتي اسيدز اللي بتعمل الليبيد، الامينو اسيدز اللي بتعمل البروتين، اند الجلوكوز اللي هو الجلايكوليسيس ناتج تكسير الجلوكوز. كل ده هيؤدي الى ان ينتج عندي اسيتايل كو ايه. يبقى الكولين هيلاقي الاسيتايل كو ايه جوه، وعرفنا ان الكولين جاي منين، الاسيتايل كولين جاي، الاسيتايل كو ايه جاي منين. يقوم جاي انزيم جوه النيورونز اسمه كولين اسيتايل ترانسفيريز، كولين اسيتايل ترانسفيريز كات. يقوم مكون عندي الاسيتايل كولين، لكن ما يسيبوش كده بره، ما هو اسيتايل خدها من الاسيتايل كو ايه والكولين اهو، ما يسيبوش بره، يدخله جوه حويصله فيزيكال، فبنسمي المرحله دي ستورج. يبقى اول مرحله عندي الابتيك، ثاني مرحله بنسميها الستورج. تفضل كده الاسيتايل كولين متخزنه جوه الفيزيكال لحد ما يجي عندي ستيمولوس. هذا الستيمولوس في الغالب بيكون كالسيوم انفلكس، دخول كالسيوم الى هذا التيار العصبي او هذا النيرف او النيورون. لما يحصل عندي دخول للكالسيوم يحصل عندي بقى ساعتها ريليز الاسيتايل كولين. يبقى ثالث مرحله هي الريليز، خروج الاسيتايل كولين الى منطقه السينابس. يبقى من الاول كده عشان ما انتهش، اول حاجه عندي كولين بره دخل، حصل له ابتيك، لقى ايه اسيتايل كو ايه وانزيم اسمه كات، كولين اسيتايل ترانسفيريز، يتحد مع بعض يدينا اسيتايل كولين. اسيتايل كولين ما يقعدش لوحده، يخش جوه فيزيكال، يبقى دخلناه في مرحله الاستوريج. يجي كالسيوم يخش يقوم مطلع الاسيتايل كولين من خلال مرحله الريليز. هذا الاسيتايل كولين في السينابتيك بقى يدور على الريسبتورز بتاعته. ايه هم الريسبتورز بتاع الاسيتايل كولين من الفسيولوجي؟ هم النيكوتينيك ريسبتور، ان ريسبتور، والماسكارينيك ريسبتور. يحدث بقى المرحله الرابعه اللي بنسميها انتر اكشن مع الريسبتور. طيب اشتغل على الان وادى الاكشن بتاعه، اشتغل على الام وادى الاكشن بتاعه، خلاص يحصل له بقى المرحله الاخيره ترمينيشن، عايزين نكسر الاسيتايل كولين، ترمينيشن، انتهاء الاسيتايل كولين، دي بنسميها المرحله الخامسه. طيب بيحصل الترمينيشن ازاي؟ قال لك عندي طريقتين، يا اما هيجي انزيم عندي اسمه اسيتايل كولين استريز، وهذا الاسيتايل كولين استريز بيروح على الاسيتايل كولين يقول له ارجع لاصلك الى كولين زائد اسيتايل، ما هو مش اسيتايل كولين، اسيتايل كولين، قسمته الى اسيتايل وكولين، وهذا الكولين بقى يحدث له ري ابتيك، ده بقى اللي هو بنسميه دينوفو سينثيس. يبقى دينوفو سينثيس من الاسيتايل كولين استريز، له اسم اخر اسمه ترو كولين استريز. لما بيكسر الاسيتايل كولين الى كولين عند اسيتايل ياتي هذا الكولين ويخش يرجع يحصل له ابتيك. حلو، ده الباث واي الاولاني في الترمينيشن. كمان قال لك لا، في كمان هنا هنلاقي ام ريسبتور بنسميه بري ساينابتيك ام ريسبتور، يجي عليه الاسيتايل كولين الزياده ويقول له يا باشا وقف لي الريليز، يعمل انهبيشن لمرحله الريليز. يبقى كده يا اما امنع الريليز بالزياده من الاسيتايل كولين، يا اما الزياده تتكسر، الزياده تتكسر بالاسيتايل كولين ستريس، او ان امنع الريليز من خلال ان الاسيتايل كولين الباقي يروح يشتغل على الام ريسبتور الموجود بري ساينابتيك عشان يعمل انهبيشن للريليز. تمام تمام. قال لك في ناس عندهم الاسيتايل كولين اصلا قليل، وانا بتنشأ على اي اسيتايل كولين، وانت دلوقتي بتقول الاسيتايل كولين بيشتغل على الام ريسبتور يمنع الريليز، وفي نفس الوقت عند الاسيتايل كولين ستريس بيكسر، وفي ناس عندهم الاسيتايل كولين ستريس زياده. طب الحل؟ قال لك عملنا كاتيجوري كده من الادويه هندرسها قدام بالتفصيل اسمها اسيتايل كولين ستريز انهبيتور، او الاسم الاشمل ليها كولين ستريز انهبيتور. الاسم الكومن والدارج اللي هتسمعه كولين ستريز انهبيتور، يعني بيعمل انهبيشن للاسيتايل كولين ستريز. فبالتالي لما ده ما يشتغلش يبقى ما فيش تكسير، فيزيد عندي الاسيتايل كولين فيشتغل على الان ريسبتور والام ريسبتور.
من الناس اللي كده اللي الناس عندها وهن العضلات، كلنا عارفين ان الان ريسبتور زي ما هناخد كمان شويه موجود على المسلز، هو المسؤول عن الكونتراكشن. عندهم وهن عضلات يعني مفيش كونتراكشن. فانا بعمل ايه؟ بستخدم عيله الكولينستريز انهبيتور، يعمل انهبيشن للاستايل كولينستريز، يزيد عندي الاستايل كولين لانه مش هيتكسر، يروح يشتغل على الان ريسبتور، يحصل عندي كونتراكشن، عالجت وهن العضلات. تمام. تمام كده بالنسبه لي السنسز مبدئيا. هنضيف كام كلمه كده بقى على السنسز عشان نجود. بنقول ان الابتيك ده بيكون اكتف ترانسبورت، يعني محتاج انرجي، يعني محتاج اي تي. بس يعني كلمه لازم نكون عارفينها ان بيحدث ابتيك من خلال اكتف ترانسبورت، مش مجرد عبث، لا محتاج حاجه تشغل المضخه اللي هنا عشان تاخد الكولين. تمام. ويحدث عندي الابتيك. تاني حاجه عمليه ترمينيشن بالاستايل كولينستريز ليها اسم، باسم العمليه بنسميها ووتر هيدروليسيس او تكسير الميه. ده بس حاجتين كده لازم نزود. قال لك لحد دلوقتي انا تمام. طيب انا عايز اعمل انهبيشن للاستايل كولين سينثيس، يعني السينثيس ده عايز اعمل له انهبيشن. قال لك يا باشا انا عندي 3 ادويه، واحد هيشتغل على مرحله الابتيك يوقفها لي، واحد هيشتغل على مرحله الاستورج يوقفها لي، واحد هيشتغل على مرحله الريليز يوقفها لي، اللي هم اول 3 مراحل. اللي بيشتغل على مرحله الابتيك سميناه هيمي كولينيوم. يبقى الهيموكولونيوم بيروح على مرحله الابتيك يوقفها ما تشتغلش، فبالتالي ما يخشش الكولين، ولما يخش الكولين كل اللي بعد الكولين ده ما يحصلش. تمام. تمام. طيب ايه كمان؟ قال لك الدواء اللي يشتغل على الاستورج. الاستورج كان جوه ايه؟ فيزيكال، فبنسمي الدواء بتاعي فيسيماكول. فيزا ميكول. فيزا من فيزيكال، ميكول. فيزا ميكول يبقى يعمل انهبيشن لمرحله الاستورج، فبالتالي ما يتخزنش، يجي الكالسيوم زي ما يجي، اصلا انا ما عنديش تخزين او مخزن من الاستايل كولين عشان اخرج، يبقى كده انا عملت انهبيشن للاستورج. طيب مرحله الريليز، عايز اوقف الريليز. في بكتيريا اسمها بوتيولينم، كوليستريديوم بوتيولينم، بتطلع توكسين، مش مهم اسم البكتيريا، المهم بتطلع توكسين من اسمه البوتيولين. هذا التوكسين بيعمل انهبيشن لمرحله الريليز. يا باشا خد ابتيك واعمل له وحوله لي بالكات يطلع واعمله لي ستورج، بس انا مش هخرج، وهات لي كالسيوم ودخل، بس انا مش هخرج. ليه؟ لان انا عندي البوتيولين واقف هنا عامل لي انهبيشن للريليز. بنسميه بوتيولين او على اسم البكتيريا بوتيولينم. يعني لو واحد عنده بكتيريا بوتيولينم وطلعت التوكسين اللي هو البوتيولين هيمنع الريليز. تمام. تمام كده بالنسبه للسنسز بتاع الاسيتايل كولين. نيجي بقى بعد ما خلصنا السنسز اوف الاستايل كولين نشوف الاستايل كولين بيشتغل على ايه من الريسبتورز. قال لك دي الاستايل كولين ليه 2 ريسبتورز. الاولاني بنسميه ماسكارينيك ريسبتور او بنرمز له برمز ام ريسبتور ماسكارينيك، والثاني هو النيكوتينيك ريسبتور. هنبدا الاول نتكلم عن النيكوتينيك ريسبتور لان الكلام عليه قليل، وبعد كده نشوف الماسكارينيك ريسبتور بالتفصيل. الان ريسبتور او النيكوتينيك ريسبتور اول حاجه عايزك تعرفها انه كلهم اكزايتاتوري. ده اول حاجه، كلهم بيحفزوا. يعني لما اقول لك بيعمل ايه تشوف بقى الاورجن هو فين وبيحفز ايه. نيجي على الان ريسبتور، عندي منه 2 تايبس. حلو. ان ريسبتور، والطيب الثاني اللي هو ان ام ريسبتور. ناخد الان ام ريسبتور. ام دي جايه منين؟ جايه من كلمه مصل، يبقى موجود على السكيليتال مصل. واللي موجود على السكيليتال مصل وبقول لك هو اكزايتاتوري اكيد بيعمل ايه؟ كونتراكشن. مهم الكلام ده. طيب نيجي بقى نشوف موجود فين بالظبط في السكيليتال ماسل وايه قصه الكونتراكشن ده. قال لك لو جينا للعضله بتاعتنا هنلاقيها مرسومه كده. ده شكل العضله بتاعتنا، وده شكل النيرف بتاع الاستايل كولين اللي احنا عارفينه، طلع ريليز للاستايل كولين اهو. الاستايل كولين. الريسبتور بقى اللي هو ان ام ريسبتور موجود في منطقه هنا اسمها الموتور اند بليت. يعني ايه موتور اند بليت؟ هي اخر طبقه من اسمها اند بليت. موتور لانها المسؤوله عن الحركه وهي الكونتراكشن، اند اللي هي المنطقه الاخيره او الخارجيه، بليت لان شبه الطبق كده، شبه البليت. حلو. اللي هي موجوده على نهايه او على المصل، سكيلت المصل من بره، فبنسميها على الموتور اند بليت، او بنقول عليها عند
النيورو ماسكولار جانكشن. ليه نيورو ماسكولار جانكشن؟ لان ده يعتبر على الجانكشن. جانكشن يعني الوصل او الحافه او الرابطه، الرابطه اللي بين نيورو اند ماسل. لو انت بصيت النيورو اهو، بعد كده الساينابس، بعد كده ايه الماسل، فبنقول انه موجوده على النيورو ماسكولار جانكشن او الان ام جي، او موجود في الموتور اند بليد. ياتي هذا الاسطيل كولين بقى اللي خارج من النيورون بتاعته يشتغل على الان ام ريسبتور، مما يؤدي الى الكونتراكشن، لان زي ما قلنا هو عباره عن اكزايتاتوري. طيب الفكره في ايه؟ قال لك الفكره في الدوز بتاعت الاسطيل كولين. قال لك والله لو الدوز قليله، الدوز الطبيعيه يعني لو دوز، ده هيخش على الان ام ريسبتور ويعمل لها ستيميوليشن ويؤدي الى كونتراكشن عادي جدا. لكن المشكله مش هنا. قال لك المشكله لو انت استخدمت هاي دوز. ايه الفكره بقى في الهاي دوز؟ قال لك لو استخدمت هاي دوز هيعمل كونتراكشن، بس هذا الكونتراكشن بيكون بريزيستنت، كونتراكشن لدرجه انه خلاص المصل تعبت، حصل لها اكسهوستد. لما يحصل لها اكسهوستد والمصل تتعب خلاص ما عادتش تشتغل، تلاقيها ارتخت من الارهاق، حصل لها ريلاكسيشن. يبقى لما تيجي تتسال اللو دوز بيعمل ايه على الان ام ريسبتور، هيعمل كونتراكشن للمصل عادي جدا. لكن الهاي دوز هتؤدي الى بريزيستنت كونتراكشن، مما يؤدي الى اجهاد العضله، ولما تجهد العضله تتعب وما عادتش تشتغل فيحصل ليها ريلاكسيشن. دي ممكن ندرسها قدام، او ممكن في السنين الجايه بنسميها نيورو ماسكولار بلوكر. ده افكت من النيورو ماسكولار بلوكر، ان استخدم حاجه تعمل ريلاكسيشن من خلال انها تؤدي الى كونتراكشن، بريزيستنت كونتراكشن وسيفير، بعد كده تتعب المصل ويؤدي الى ريلاكسيشن في الاخر. كده اتكلمنا على الان ام ريسبتور. نيجي بقى وناخد الناحيه الثانيه اللي هو الان ان ريسبتور. بيقول لك ان الان ان ريسبتور ده موجود في مكانين، يا اما موجود في الجنجليا. الجنجليا بقى ايا كان نوعها، سواء كانت سمباثيك او بارا سمباثيك. طيب وايه المكان الثاني؟ قال لك الادرينال ميدالا. تعالى بقى نشوف بيشتغلوا ازاي. قال لك لو انت فاكر كان اول حاجه بيجي عندي الاستيمولس، هذا الاستيمولس تروح للريسبتور زي ما اتفقنا يحسها، هذا الريسبتور بيبعت افرنت، هذا الافرنت دائما ابدا يحتوي على الاسيتايل كولين، مفيش خلاف عليها. بعد كده هذا الافرنت يروح للسي ان اس، يفهم الاستيمولس ويفهم الحاجات دي، عايز يدي اكشن، فقلنا كان بيؤدي الى ايه؟ بري جانجليونيك. بعد كده يروح للجانجليا يطلع بوست جانجليونيك اللي فيه الاوردر. طيب كان البري جانجليونيك دائما ابدا في ايه؟ اسيتايل كولين، والاسيتايل كولين زي ما قلنا بيروح على الجنجليا فيتفاعل مع الان ان ريسبتور اللي موجود في الجنجليا، وعلى حسب هل هو سمباثيك فيطلع نور ابنفرين وابنفرين، ولا هو بارا سمباثيك هيطلع الاسيتايل كولين. ده الفكره، عشان كده نقول هو موجود في الجنجليا سواء كان النيورون بتاعي سمباثيك او بارا سمباثيك، هو البوست هو المختلف، لكن دائما ابدا البري بيكون اسيتايل كولين، اذا محتاج ريسبتور من الريسبتورز بتاعت الاسيتايل كولين، فاختار الان ان الموجود على الجنجليا. طيب بالنسبه للادرينال ميدالا، الادرينال ميدالا بعض الكتب بتسميها موديفايد جانجليا. يعني ايه موديفايد جانجليا؟ يعني هي شبه الجانجليا بس حصل فيها موديفيكيشن. طب دي بتشتغل ازاي؟ قال لك نفس الايه الكاسكيد، حصل عندي ستيمولس، هذا الستيمولس راح للريسبتور، الريسبتور طلع افرنت دائما ابدا يحتوي على الاسيتايل كولين، راح للسي ان اس، السي ان اس عايز يدي اوردر، فالمفروض انه بيطلع بري. تمام، طبيعي جدا هيطلع البري، هيروح للجانجليا. لكن هنا بقول لك هي بقت موديفايد جانجليا. يعني ايه موديفايد جانجليا؟ اللي هي الادرينال ميدالا، يبقى انا كده رحت للادرينال ميدالا. طيب اللي رايح ده بري، يبقى دائما ابدا برضه يحتوي على الاسيتايل كولين، اشتغل على الادرينال ميدالا فيها ايه؟ ان ريسبتور. هذه الادرينال ميدالا ما بتطلعش غير نور ابنفرين وابنفرين. لاحظ الفرق بين الجنجليا والايه؟ ادرينال ميدالا. الادرينال ميدالا دائما ابدا تطلع نور ابنفرين وابنفرين في البوست، لكن الجنجليا ممكن تطلع نور ابنفرين وممكن تطلع اسيتايل كولين على حسب النيورون، هل هو سمباثيك ام بارا سمباثيك. ده كده بالنسبه للان ريسبتور. نقول على السريع ان الان ريسبتور عندي تو تايبس، يا اما ان ريسبتور موجود على الجنجليا ايا كان نوعها سمباثيك او بارا سمباثيك، ده الكلام اللي انت مطالب بيه، وموجود على الادرينال مضله وتؤدي الى الريليز اوف نور ابنفرين والابنفرين، دي الحاجه اللي انت مطالب فيها في الان ان. الباقي ده كله شرح. طيب بالنسبه للان ام، قلت لك الان ام يبقى ايه موجود فين؟ على الموتور اند بليد، فين؟ في النيورو ماسكولار جانكشن.
حلو. وظيفته بيعمل كونتراكشن لو كان سمول دوز، لكن في النهايه بيؤدي الى ريلاكسيشن لو كان الهاي دوز، من خلال انه بيعمل بريزيستنت كونتراكشن. طيب، وزي ما قلنا قبل كده، يعني ايه كلمه كونتراكشن؟ كونتراكشن تساوي، عشان فيها ناس هتستغرب، دي بولاريزيشن. يبقى دي بولاريزيشن هي نفسها كونتراكشن، عشان لما تقرا الورق تلاقي كلمه دي بولاريزيشن تفهم انها كونتراكشن. تاني ريسبتور بقى معانا هو الام ريسبتور، او اللي بنسميه الماسكارينيك ريسبتور. الماسكارينيك ريسبتور لازم تعرف انه فيه 5 انواع: M1، M2، M3، M4، وM5. وحط دايما المبدأ والقانون اللي قلناه في اول حصة عندنا: الاعداد الزوجية تكون inhibitory، والاعداد الفردية تكون excitatory. دايما حط المبدأ ده. يبقى من قدامك كده ايه الانهبيتوري عندي؟ هم M2 وM4، دول انهبيتوري. من هم الاكزيتاتوري؟ يبقى 1 و3 و5. كده اول حاجه لازم تحطها في بالك. تاني حاجه في بالك تحطها ان الام ريسبتور يا اما موجود في السنترال نيرفس سيستم CNS، او موجود كمان في البريفرال نيرفس سيستم. سنترال نيرفس سيستم عارفينهم من البرين والسباينال كورد. طيب هم مين اللي موجود في CNS؟ كلهم موجودين في CNS. يبقى كده اول معلومه تحطها في بالك، كلهم موجودين في CNS: M1 و2 و3 و4 و5. الاختلاف بقى في الاماكن بتاعه البريفرال نيرفس سيستم. هتلاقي في اماكن بقى في الجلانس، اماكن موجوده في الاي، اماكن في الهارت، على حسب الريسبتور. هناخد التفصيل بقى بتاعهم، لكن مبدئيا اعرف ان كلهم موجودين في CNS، سواء بقى انهبيشن للCNS زي M2 وM4، يا اما اكزيتاتوري للCNS M1 و3 و5. تمام، ده كده اول حاجه لازم تعرفها. نيجي بقى نفصل في التفصيل. M1 بالاضافه الى CNS موجود فين؟ قال لك هي موجوده في البرايتال سيل اوف ستومك. يعني ايه برايتال سيل اوف ستومك؟ لو رسمنا ان ده مثلا الاستومك، في هنا بعض السيلز هي المسؤوله عن البرودكشن بتاع ال HCl. هذه الخلايا موجود عليها الريسبتور اللي اسمه M1. بيجي الاسيتايل كولين يروح يشتغل على الخلايا دي اللي هي اسمها ايه؟ برايتال سيل. فيؤدي بقى على حسب: واحد يبقى اكزيتاتوري، يبقى اكزيتاتوري يبقى يطلع HCl. تمام. يبقى اول حاجه تعرفها هي البرايتال سيل اوف ستومك، ده المكان بتاعها. طب هي اكزيتاتوري، طب وظيفه الخلايا دي اصلا ايه؟ الاتش سي ال. طب اكزيتاتوري يبقى هيزود عندي الاتش سي ال. ده كده بالنسبه للام 1 بالاضافه الى السي ان اس. ام 2 برضه في مكان واحد فقط بالاضافه الى السي ان اس. ايه هو؟ قال لك الهارت. طيب، والله انت عارف ان اصلا الاسيتايل كولين والباراسمباثيك هو المعاكس للسمباثيك. افتكر كده السمباثيك في جزء دكتور علاء كان بيعمل ايه؟ البيتا 1. هنا نعكسه، كان بيعمل 3 بوزيتيف، يبقى هنا هيعمل 3 نيجاتيف. نيجاتيف اول واحد كورونوتروب اللي هو يقلل الهارت ريت. تاني حاجه نيجاتيف دروموتروب هيقلل الكوندكشن. تالت حاجه نيجاتيف اينوتروب اللي هو هيقلل الفورس اوف كونتراكشن. اعكس الثلاثه بتوع دكتور علاء في الهارت. ده كده ام 2، وهو اصلا اي 2 يعني انهبيتوري لو احنا مش فاكرين في جزء دكتور علاء كنا بنقول ايه. حلو. نسيب ام 3 دلوقتي عشان هنفصل فيه كتير. ام 4 وام 5 موجودين فقط في السي ان اس. يبقى كده انا عايزك تعرف ان واحد مريت سيل اوف ستومك اتش سي ال، اثنين هارت انهبيتوري لكل الهارت، 4 و5 سي ان اس، الاربعه انهبيتوري والخمسه اكزايتاتوري. انا يهمني فيهم كلهم بقى ام 3، لان ام 3 ده يعتبر موجود في كل الاماكن بتاعه الجسم. ناخد ام 3 كده لوحده. اول مكان ام 3 موجود فيه هي الجلاندز، الغدد. ايه الغدد اللي انت تفتكرها في جسمك؟ قال لك والله الغدد الدمعيه، لاكريمال. حلو. ايه كمان غير اللاكريمال؟ قال لك ممكن الغدد بتاعت اللعاب، ساليفري. يبقى اللاكريمال جلاند، ساليفري جلاند، واخر حاجه الغدد بتاعت العرق اللي هي السويت جلاند. قبل ما اقول هما بيعملوا ايه، مش 3 دي فردي وفردي يبقى اكزايتاتوري؟ حلو. يبقى قول لي بقى الغده الدمعيه ايه اللي هيحصل؟ هتزيد، فيزيد عندي اللاكريميشن. السليفري جلاند هيزيد عندي سلايفيشن. بالنسبه للسويت جلاند هيزيد عندي السويت سكريشن اللي بنسميها
دايافوريزس. دايافوريزس دي يعني ايه؟ زيادة السويت سكريشن. تمام، ده أول مكان اللي هو الجلاند. ناخد تاني مكان بعد الجلاند، اليورينري بلادر. نفتكر كده جزء دكتور علاء، لو جينا كنا بنرسم البلادر اهي، كنا بنقول عندي هنا سفنكتر، وقلنا هنا عندي الوول. لو احنا فاكرين في جزء دكتور علاء كان بيحصل ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للسفنكتر، نقفل المحبس ونوسع الجدار فيتحبس البول عندي. هنا بقى العكس، ده بيعمل لا بيزود اليورينيشن، ما هو اكزايتاتوري يبقى بيحفز. قال لك طيب اكزايتاتوري على الوول، لكن على السفنكتر بيبقى انهبيتوري. يبقى ده الاكسبشن ان ام 3 اكزايتاتوري دائما ما عدا اكسبت اي سفنكتر. حلو، اي سفنكتر محبس، لان في سفنكتر كده نوع من انواع المصل اسمها سفنكتر مصل، هناخدها كمان شويه في الاول. يبقى اول حاجه ايه؟ عرفنا انه اكزايتاتوري ما عدا على السفنكتر، يبقى يروح على السفنكتر ده يعمل له ريلاكسيشن فيوسع معايا السفنكتر. يبقى كده اول حاجه اهي البلادر اهي واسع معايا السفنكتر بقى واسع، فالبول ينزل، ده اول حاجه بيعملها. لكنه على الوول موجود كمان الام 3، فيحصل كونتراكشن للوول فيصغر الوول، فيقوم دافع البول لاسفل ويخرج، فبيحصل عندي يورينيشن. والاسم الثاني لكلمه يورينيشن هي ميكتيوريشن. تمام، اعكس الكلام اللي قلناه في جزء دكتور علاء لو انت فاكره. مش فاكر افتكر انه اكزايتاتوري ما عدا على السفنكتر، يبقى اكزايتاتوري موجود على الوول يعمل له كونتراكشن، على السفنكتر ريلاكسيشن يقوم نازل البول فيحصل عندي ميكتيوريشن او يورينيشن. بعد اليورينري بلادر عندك الجي اي تي، نفس الكلام تقريبا. ايه اللي هيحصل؟ قال لك بيحصل عندي ريلاكسيشن للوول، سوري ريلاكسيشن للسفنكتر. لو افترضنا مثلا الجي اي تي اهي بعد الامعاء مثلا، بيقول لك ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي ريلاكسيشن للسفنكتر، في محابس كده موجوده في الانتستين يحصل لها ريلاكسيشن، تتوسع المحابس فتفتح. طيب بالنسبه للوول نفس الكلام، الوول يحصل له كونتراكشن فيزيد عندي الموتيليتي والبريستيليسيس، يزيد الحركه لان الوول بيتحرك، الكونتراكشن الموتيليتي بتاعته زادت. طب لما يزيد الحاجات دي يؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى سبازم. لما يقول لك عندي تقلصات في المعده، ايه تقلصات المعده؟ هي زياده الحركه الدوديه، زياده البريستيليسيس موفمنت. طب بسبب ايه؟ مثلا ان الدواء بيشتغل على الام 3 كسايد افكت ليه، او الدواء نفسه بيشتغل على الام 3 كافكت، فيؤدي الى سبازم، او كمان والسبازم دي والموتيليتي تؤدي الى ديفيكيشن اللي هي التغوط. ده كده بالنسبه للجي اي تي. يبقى الجي اي تي الخلاصه فيها انه بيحصل عندي ديفيكيشن وسبازم. حلو، بعد الجي اي تي هنتكلم على البرونكاي، مش هنطول فيها. انا بقول لك هو ايه؟ اكزايتاتوري، يعني هيجي على البرونكاي اهي، لو رسمناها مثلا كده دي القصبه الهوائيه اهي، بقول لك اكزايتاتوري يعني هيعمل كونتراكشن للبرونكاي فيعمل عندي برونكو سبازم او برونكو كونستريكشن، تضيق عندي البرونكاي. طيب نيجي للبلاد فيسلز، يعني نفتح صوره ثانيه. سوري، البلاد فيسل، ونركز مع بعض معلش في البلاد فيسلز. بقول لك لو انت راسم البلاد فيسل كده اهو، ده البلاد فيسل من بره، من جوه كده بيكون عندي طبقه داخليه مبطنه اسمها الاندوثيليوم. حلو، بيقول لك انا ام 3 ريسبتور موجود فين او ام 3؟ قال لك في منه على الاندوثيليوم من هنا، وفي منه لا جوه هنا في منطقه اسمها تونيكا ماجورا. تمام، او تونيكا ميديا، سوري تونيكا ماجورا اللي بره، تونيكا ميديا اللي هي في النص. يبقى منطقه التونيكا ميديا. ايه الفرق؟ بيقول لك طول ما البلاد فيزل سليم فهيجي الاستايل كولين هيشتغل على الطبقه اللي هي في الاندوثيليوم، الحته المبطنه. طب لما يشتغل هنا ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك هذا الاندوثيليال، اول ما تسمع كلمه اندوثيليال اعرف انه هيطلع ماده اسمها النيتريك اوكسيد، وهذا النيتريك اوكسيد دائما ابدا فازو دايليتور، وهذا الفازو دايليتيشن يؤدي الى هايبو تنشن زي ما احنا عارفين. كلام
متكرر. الفكره هنا، هل الايفكت على ام 3 هو اللي عمل الفازو دايليتيشن ولا النيتريك اوكسيد هو اللي عمل فازو دايليتيشن؟ قال لك لا، ام 3 دي ما بتعملش فازو دايليتيشن. بالعكس، ده ام 3 انت فاكر 3 اكزايتاتوري، ده المفروض تعمل فازو كونستريكشن. قال لك لكن هنا بنسميه اندايركت فازو دايليتيشن من خلال النيتريك اوكسيد وليس بسبب الدايركت افكت على ام 3 ريسبتور. يبقى اشتغلت على ام 3 طلع لي نيتريك اوكسيد، هذا النيتريك اوكسيد هو الذي عمل لي فازو دايليتيشن فادى الى الهايبوتنشن. طب لو قلنا ان عندي البلاد فيسل ده انجيرد او في جرح او في اي حاجه، فبالتالي جه الاستايل كولين واشتغل على الام 3 الموجود في التونيكا ميديا. لا، ام 3 اللي في التونيكا ميديا يبقى مش في الاندوثيليال، يبقى مش هيطلع نيتريك اوكسيد. يبقى ام 3 الطبيعي انه هيحصل عندي فازو كونستريكشن، لان هو عباره عن ايه؟ اكزايتاتوري ريسبتور ام 3. ده الفرق بس في البلاد فيسل. لازم نعرف لو البلاد فيسل سليم يبقى فازو دايليتيشن، مش سليم يبقى فازو كونستريكشن. طيب ليه فازو كونستريكشن؟ لانه بيشتغل على جوه على التونيكا ميديا. لكن ليه فازو دايليتيشن؟ الفازو دايليتيشن هو عباره عن اندايركت. ليه اندايركت؟ لانه الاندوثيليال عندي هو اللي بيطلع نيتريك اوكسيد، والنيتريك اوكسيد هو اللي بيعمل فازو دايليتيشن. ده كده بالنسبه للبلاد فيسل. ناخد معاها بالمره الميل 6 اورجن. ليه انا بقول لك هناخد الميل 6 اورجن معاها؟ قال لك مش ده فازو دايليتيشن؟ ما هو هيعمل فازو دايليتيشن في البينس، وهذا الفازو دايليتيشن يؤدي الى إريكشن، الانتصاب. يبقى مين المسؤول عن الانتصاب؟ هو الجهاز الباراسمبثاوي. ليه؟ لان عندي الاستايل كولين هيشتغل على ام 3 ريسبتور اللي موجود في البلاد فيزلز اللي موجوده في البينس، مما يؤدي الى فازو دايليتيشن، وهذا الفازو دايليتيشن يؤدي معايا الى إريكشن. تمام كده بالنسبه للميل 6 اورجن. اخر مكان في ام 3 هو الاي، ونركز مع بعض في حته الاي. الاي عندي فيها حاجه اسمها البيوبل. يعني لو رسمنا الاي خدناها بالصوره دي، في هنا البيوبل او اللي بنسميها الحلقه، ده ايه؟ بيوبل. هذا البيوبل محاط حواليه بمصل. هذا المصل بنسميها سيركولار مصل، طبعا عشان دائريه وحوالين البيوبل فبنسميها سيركولار مصل. ليها اسم تاني سفنكتر مصل. نفرق بينها وبين السفنكتر بتاع الجي اي تي وبتاع اليورينري بلادر. دي اسمها سفنكتر مصل، هي اسمها كده على بعضها، سفنكتر مصل او سيركولار مصل. ايه الفكره؟ بيجي عليها ام 3 ريسبتور، بيجي الاستايل كولين. هذا الاستايل كولين هيشتغل على ام 3 اللي موجود على السيركل المصل، وهذا ام 3 طبعا اكزايتاتوري، فيعمل كونتراكشن، فيقوم عامل كونتراكشن لجوه كده، فالبيوبل عندي تصغر. ولما تصغر دي بنسميها ايه؟ مايوزيس. تمام كده بالنسبه لي اول حته اللي هي البيوبل. طيب نيجي ناخد الايه الاي. لو رسمناها برسمه اخرى كده، بنقول ان انا عندي اللينس، العدسه ديت اللينس. حلو، مالها اللينس؟ قال لك اللينس ممسوكه كده بحاجه اسمها السيلاري ماسل. يبقى الفرق هناك سيركولار وهنا سيلاري ماسل. السيلاري ماسل ديت عليها ام 3 ريسبتور. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لك بيجي الاستايل كولين يشتغل على ام 3 ريسبتور، وام 3 ريسبتور ده اكزايتاتوري، يقوم شادد وعامل كونتراكشن لبره، فيخلي العدسه بدل ما هي كده يخليها كده، تبقى ايه؟ محدبه سيكه. التحديد ده بيساعدني في رؤيه الحاجات القريبه اللي هي accommodation of near vision. انا بحب اسميها كلمه فوكس لانه شبه الفوكس بتاع الموبايل. انت لما تعمل فوكس على حاجه قريبه وانت ماسك الكاميرا، بتلاقي الصوره كانت موشوشه شويه، وبعد كده تظبط على اللي قدام وتوشوش اللي ورا، تخليه ايه؟ اللي ورا بلورد شويه. دي بنسميها accommodation للنير فيجن، انك تقدر تشوف الحاجات اللي قريبه بوضوح. سببها ايه؟ ان حصل كونتراكشن للسيلاري موصل. سببه ايه؟ ان حصل شغل الاستايل كولين على ام 3 ريسبتور الموجود على السيلاري. هل نكتفي بالاكشن ده؟ قال لك لا، في اكشن تاني، بس اكشن تاني هناخده بالتفصيل لو خدنا جلوكوما قدام. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك لما بيحصل كونتراكشن كده، في قناه هنا اسمها شيلمت. ايه اللي بيحصل؟ قال لك السيلري ماسل دي اصلا بتطلع ماده سائله اسمها اكواس هيموس. اكواس هيموس ده اللي هو بيرطب العين ويساعد الدموع وينظف العين والحاجات دي، سائل. السائل ده بيبقى يطلع من السيلري ماسل وبيخرج من الشيلمت كانال او الشيلمت شانل، دي اسمها شيلمت
كانال. المفروض انه بيدخل يصنع والفائض منه بيخرج. قال لك لما بيحصل عندي كونتراكشن ده بيؤدي الى ان القناه دي تتفتح، ولما يتفتح القناه هذا الاكواس هيمورس يخرج، يبقى يحصل عندي اوت. لما اوت كميته جوه تقل، يبقى الانترا اوكيولار بريشر، الضغط جوه اخباره ايه جوه العين او ضغط العين هيقل، وده يساعدني في علاج الجلوكوما. في مرض كده هناخده اسمه الجلوكوما. الجلوكوما هو ان عندك بلارد فيجن، رؤيه سيئه موشوشه بلورد، بسبب زياده الانترا اوكيولار بريشر، بسبب زياده الاكواس هيمورس جوه العين. طب انا لما اعمل كونتراكشن للسيليان المصل وافتح الشلمت كانال واخرج هذا الاكواس هيمورس لبره، يقل عندي الانترا اوكيولار بريشر، فبالتالي يقل عندي الجلوكوما وعالجها. تمام كده احنا خلصنا ام ريسبتور كله. هاخد شويه نوتس كده، نوتس على الام ريسبتور. لو فاكرين مع بعض ام 1 ريسبتور كان موجود فين؟ على البرايتال سيل. المهم كان وظيفته يزود الاتش سي ال، لو احنا فاكرين لسه معاه نسيناش. طيب مش زياده الاتش سي ال دي ممكن تؤدي الى بيبتيك ألسر، قرحه في المعده؟ طب تمام. طب انا لو استخدمت ادويه عيله كده اسمها الانتي كولينرجيك، هناخدها قدام بالتفصيل. اهم حاجه تعرف ان مثالها الاساسي هو اتروبين. هذا الانتي كولينرجيك بيعاكس الكولينرجيك افكت، يبقى بيعاكس الاستايل كولين افكت. طيب هيعمل ايه هذا الانتي كولينرجيك؟ هذا الانتي كولينرجيك لما استخدمه الادويه دي هتقلل الاتش سي ال، تخيل يقل الاتش سي ال. طيب لما يقل الاتش سي ال اقدر كده اعمل تريتمنت للبيبتيك ألسر، صح ولا ايه؟ واحد بيزود الاتش سي ال وانت بتستخدم الدواء العكسي بتاعه، اكيد هيعمل عكس الايفكت فيقلل الاتش سي ال. تمام. تاني معلومه لازم نعرفها ان مثلا عندي ام 3 ريسبتور كان موجود على البلاد فيزل. على البلاد فيزل كان بيعمل فازو دايليتيشن، وقلنا انه اندايركت بالنيتريك اوكسيد اللي طالع من الاندوثيليوم. طيب مش ده ممكن يلغي الايفكت بتاع الادرينالين او الابنفرين والنور ابنفرين اللي كان بيعمل فازو كونستريكشن؟ طبيعي. يبقى اللي اقدر اقول ان الاستايل كولين او الكولينرجيك يقدر يعاكس الفازو كونستريكشن ايفكت بتاع الابنفرين والنور ابنفرين، ابنفرين والنور ابنفرين. تمام. تمام دي تاني حاجه. مش انا كنت بقول لك ان الاستايل كولين بشغله على ام 3 بيزود البريستاليسيس والموفمنت بتاعت الجي اي تي، وده كان بيؤدي لاسباز. طب انا لو استخدمت انتي كولينرجيك دراج يبقى يعكس الايفكت، يبقى هيقلل الموتيليتي ويقلل السبازم، والادويه دي بنسميها سبازموليتيك. ليتيك من لايسس يعني يحلل، يعني يشيل السبازم، او بنسميها تريتمنت، بتستخدم بقى لتريتمنت اوف الكوليك. الكوليك اللي هي التقلصات او المغص. يبقى من استخدامات الانتي كولينرجيك دراج لحد دلوقتي انه بيعالج البيبتيك ألسر. طبعا مش محبب عشان السايد افكت كتير، بس يعني ده اللي بنقوله. بنقول كمان انه هيعالج عندي الكوليك واسبازمو، وهو عباره عن سبازموليتيك دراج فبيشيل عندي الاسبازم. طيب مش كمان قلنا ان ام 3 ده موجود على الاي، وانها على الاي بتعمل مايوزس، وهذا كمان كان بتعمل اكوميديشن تظبط النير فيجن. طب انا لو استخدمت الانتي كولينرجيك دراج اعكس، هيحصل عندي بدل المايوزيس ميدرييزس اللي هي توسيع البيوبل، دايليتد بيوبل، وفي نفس الوقت الاكوميديشن ده هيقل. ونقص الاكوميديشن ده بيدخلني في حاله البلورد فيجن، يخليك الحاجه القريبه تشوفها مشوشه فيجن. تمام. انا اديت لك الريسبتور وبقول لك الدواء اللي عكس الريسبتور بيعمل ايه. تمام ده كده بالنسبه للاي. طيب مش ام 3 ده كان على الجلانس، وعلى الجلانس كان يزود اي سكريشن. طب انا لو استخدمت الانتي كولينرجيك ايه اللي هيحصل؟ هيؤدي الى ان كل السكريشنز تقل، فيبقى عندي السلايفا تقل، فيحصل عندي دراي ماوس. ولما الفم يبقى ناشف ومفيش سلايفا، ومفيش سلايفا في حتى في البلع، هتلاقي عندي difficult في السوالوينج.
صعوبه في البلع. ليه؟ لان الحته ناشفه وانت بتبلع، فهتلاقي الاكل بيجرح في الزور وفي الحلق، فيحصل عندي ديفيكالتي في السوالنج بسبب ان عندي دراي ماوس. وكمان كنا بنقول انه مسؤول في اللاكريمال جلاند، واللاكريمال جلاند دي القنوات الدمعيه اللي هي الايه سكريشنز بتاعت الدموع. طب لما تقل هيحصل عندي كمان دراي اي. تمام. يبقى الجلاندز ام 3 يزيد كل السكريشن بتاعها، لما استخدم دواء يعكس ام 3 يقل كل السكريشنز، يتكون عندي دراي ماوس ودراي اي. تمام. اخر حاجه الانتيكولينرجيك بيعملها هي اليورين. تعالى نتكلم على البلادر. البلادر كان عليها ام 3، وهذه ام 3 على البلادر كانت بتعمل عندي يورينيشن. تتوقع الدواء اللي هو عكس ام 3 هيعمل ايه؟ بالظبط هيعمل يورين ريتنشن. يعني احنا بنشوف ام 3 بيعمل ايه وعكسه بالانتيكولينرجيك. على الجي اي تي كان بيعمل سبازم، الانتيكولينرجيك سبازم ولكن على البلاد فيزل كان بيعمل فازو دايليتيشن. حتى لو استخدمت انتيكولينرجيك هيعمل العكس، هيعمل فازو كونستريكشن، لكن بنقول ان الاستخدام الاساسي ان هذا الفازو دايليتيشن هيعكس الفازو كونستريكشن بتاع النور ابنفرين والابنفرين. كان ام واحد بيزود الاتش سي ال، يبقى الانتيكولينرجيك كمان هتقلل الاتش سي ال وتعالج البيبتيك السر. على الاي كان بيعمل مايوزز واكوميديشن، يبقى لما استخدم الدواء العكس هيقل المايوزز، عكسه هو المدريازيس، والاكوميديشن يقل فيحصل عندي بلورد فيجن. الجلاندز كانت السكريشن بتاعتها بتزيد لما استخدم الانتيكولينرجيك، كل السكريشنز تقل. البلادر كان بيحصل يورينيشن وميكتيوريشن، لا هيحصل يورين ريتنشن. اخر حاجه بقى عندنا النهارده هي النيتشر اوف الان والام ريسبتور. ناخد الام ريسبتور الاول عشان الكلام فيها كتير. بنقول ان الام ريسبتور عندي زي ما انت شايف كده، اولا بنقسمهم الى ام 1 وام 3 وام 5 اللي هم الاكسايتاتوري، وام 2 ام 4 اللي هم الانهبيتوري. ده اول حاجه، والاثنين بيشتغل عليهم الاسيتايل كولين. بيقول لك ان الام ريسبتور نوعه بنسميه جي بروتين كابلد ريسبتور. ده اول حاجه، وهو عباره عن انتجرال ممبرين ريسبتور. اعرف الكلمتين دول هتفهم اللي انا بقوله. يعني ايه انتجرال ممبرين؟ يعني موجود في السيل ممبرين. ده السيل ممبرين اهو، وفعلا الام ريسبتور لو انت شايف اهو ام 1 و2 و3 و4 و5 كلهم موجودين في السيل ممبرين، يبقى انتجرال ممبرين ريسبتور. من بره في الحته الاكسترا سيلولر يمسك الاستايل كولين. يبقى الاستايل كولين بيمسك من انهي حته؟ بيمسك من الحته الاكسترا سيلولر، يمسك في الحته اللي بره. من جوه بقى في الانتر سيلولر عندي حاجه اسمها جي بروتين. عشان كده بقول لك جي بروتين، يعني عندي جي بروتين اهو اللي هو الثلاثه دول على بعض، ده اسمها جي بروتين. فبيجي كابلت يعني ماسك في ريسبتور، يبقى ريسبتور ماسك في جي بروتين. ايه الفكره كلها؟ تعالى نتكلم على الاكزايتاتوري لوحده وبعد كده ناخد الانهبيتوري لوحده. بالنسبه للاكزايتاتوري بيقول لك هذا الاستايل كولين بيجي يمسك فيه الام 1 اور 2 اور 5، ام 1 اور 3 اور 5 اللي هم الاكزايتاتوري في الاكسترا سيلولر. بعد كده في منطقه الانترا سيلولر بيحصل كونفورميشنال تشينج بحيث ان يتكون عندي الجي بروتين، او هو جي بروتين موجود. قال لك الجي بروتين بيتكون من 3 يونتس، بيتا وجاما ثابتين وما لهمش اي دور. هتلاقي حتى في الانهبيتوري بيتا وجاما ثابتين وما لهمش اي دور. اللي بيهمني الجزء الثالث. الجزء الثالث لو هم حاجات اكزايتاتوري بنسميه جي كيو ريسبتور. ده معناها جي كيو ريسبتور، سيبك من دي، جي كيو ريسبتور. لو هو انهبيتوري جي اي، يعني جي اي جي انهبيتوري، جي يعني جي بروتين، اي يعني انهبيتوري، او جي زيرو هي صفر يعني انهبيتوري. يبقى جي زيرو او جي اي، او يكون جي كيو. لو اكزايتاتوري جي كيو، لو انهبيتوري جي اي. هنا بقى يبدا الفهم. طيب انا بقول لك ده اكزايتاتوري يبقى لازم بيحفز حاجه. هيحفز ايه؟ هيحفز انزيم اسمه فوسفو لايبيز سي. هذا الفوسفولايبيز سي بيلاقي ماده اسمها فوسفاتيدايل انستول داي فوسفيت، يقوم مكسرها الى انستول تراي فوسفيت وداي اسايل جليسرول. يبقى اللي حصل عندي الاستايل كولين مسك اكسترا سيلولر، قام متحفز عندي جي بروتين في المنطقه الانترا سيلولر، يتكون من 3 سب يونت بيتا وجاما ما لهمش اي دور. لكن المهم عندي جي، الجي نوعها ايه هنا؟ اكزايتاتوري يبقى كيو، ولانه اكزايتاتوري فيحفز عندي الفوسفولايبيز سي. لما يتحفز فوسفولايبيز، لايبيز يعني بيكسر حاجه، هيكسر عندي نوع من انواع الفوسفوليبيد اللي هو فوسفاتيدايل انستول داي فوسفيت، يكسره الى انستول تراي فوسفيت بالاضافه الى الداي اسايل جليسرول.
الداي اسايل جليسرول والانستور ترايفوسفيت ولانهم اكزايتاتوري فيحفز عندي ويزود الكالسيوم من الاندوبلازميك ريتيكولم. جوه الخليه عندنا كلنا عارفين الاندوبلازميك ريتيكولم مليان كالسيوم، فيطلع عندي الكالسيوم منه. فلما يطلع الكالسيوم كلنا عارفين ان الكالسيوم اكزايتاتوري، فيحصل عندي كونتراكشن او اكتيفيشن او ستيميوليشن للاورجن. ده الفكره كلها. على النقيض بقى لو هو انهبيتوري عندي الجي اي او الجي زيرو بعيدا عن البيتا والجاما ما لهمش اي دور، وده انهبيتوري هيروح يعمل انهبيشن لانزيم اسمه ادينايل سايكليز. هذا الادينايل سايكليز اصلا طبيعته، يعني لو جينا نشوف الادينايل سايكليز ده وظيفته ايه، يقول لك الادينايل سايكليز بيحول ال ATP الى سايكليك AMP. طب انا بقول لك هو بيعمل انهبيشن للادينايل سايكليز، يعني ده مش شغال، يبقى بالتالي التحويل ده يقل. فلما يقل التحويل ده بالنسبه للسايكليك AMP هيحصل فيه ايه؟ هيقل، فيقل عندي السايكليك AMP. ولما يقل السايكليك AMP ده هيقلل عندي الكالسيوم، ولما يقل الكالسيوم عندي هيقل عندي الكونتراكشن او الاكتيفيشن او الاستيميوليشن للاورجن. تمام، دي الفكره كلها. المهم بقى في الحته دي كلها انك تعرف ان السايكليك AMP والانستول ترايفوسفيت والداي اسايل جليسرول الثلاثه على بعض دول بنسميهم سكندري ماسنجر. ليه سكندري ماسنجر؟ لان هم اللي قاموا بالاكشن، هم اللي زودوا الكالسيوم او قللوا الكالسيوم، والكالسيوم هو اللي ادى الدور بتاعه في الاخر. يبقى الملخص كله ان عندي الاستايل كولين بيمسك في منطقه الاكسترا سيلولار ويقوم اكتيف للانترا سيلولار جي بروتين. الجي بروتين قد يكون اكزايتاتوري يحفز الفوسفولايبيز سي اللي يؤدي الى تكسير الفوسفوانستور داي فوسفيت الى انستور ترايفوسفيت عند داي اسايل جليسرول، واللي بدورهم يحفزوا خروج الكالسيوم من الاندوبلازميك ريتيكولم. او يكون عندي انهبيتوري جي اي او جي زيرو يقوم يعمل انهبيشن للادينايل سايكليز اللي يؤدي الى ديكريز في سايكل AMP، يؤدي الى ديكريز في الكالسيوم، فيؤدي الى ديكريز الكونتراكشن بتاع الاورجن. تمام. وقلنا ان النستور ترايفوسفيت وداي اسايل جليسرول والسايكليك AMP الثلاثه على بعض كده بنسميهم سكندري ماسنجر لان هم اللي بيقوموا بالاكشن في الاخر. تمام. ده كده بالنسبه للام ريسبتور. لسه حته صغيره في الام ريسبتور حاجه مميزه ليه، اللي هي ان هذا الام 2 ريسبتور خصوصا وتحديدا له بعض الاكتيفيتي بنسميها بوتاسيوم ام 2 ام 4 اللي هم الانهبيتوري، لهم بوتاسيوم اوبننج اكتيفيتي، بوتاسيوم شانل اوبننج اكتيفيتي. يعني لو قلنا ان دي الخليه دي عندي هنا حاجه اسمها بوتاسيوم شانل. كلنا عارفين كل ما زاد البوزيتيف جوه الخليه كل ما زاد عندي الافكت الكونتراكشن مثلا. طب ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ام 2 ام 4 بيفتحوا الشانل دي، والطبيعي ان جوه الخلايا بوتاسيوم بالهبل، ده الطبيعي، وبره صوديوم. دايما ابدا نعرف المعلومه دي. بيقول لك اول ما تتفتح اوبن للبوتاسيوم شانل فتحت بيقوم خارج عندي البوتاسيوم. لما يخرج البوتاسيوم يقل عندي البوزيتيف تشارج، لما يقل البوزيتيف تشارج يحصل عندي انهبيشن او اللي بنسميها هايبر بولاريزيشن. تمام. ده خاص بام 2 ريسبتور وام 4 ريسبتور، بنسميه ان لهم بوتاسيوم شانل اوبننج اكتيفيتي، يفتحوا البوتاسيوم شانل فيخرج عندي البوتاسيوم لبره فيقل البوزيتيف جوه الخليه فيحصل عندي انهبيشن او هايبر بولاريزيشن. كده احنا خلصنا الام ريسبتور. نيجي نتكلم على النيتشر بتاعه الان ريسبتور. الان ريسبتور لازم تعرف فيه حاجات، النوع بتاعه مش جي بروتين، مفيش فيه جي بروتين، وانما بنسميه ليجند جيتد ايون تشانل. يعني ايه الكلام ده؟ ده اللي هنفهمه دلوقتي. بيقول ان ده الريسبتور اهو، ده الان ريسبتور، وادي الحته بتاعت اللي هيمسك فيها الاستايل كولين، وعندي هنا ايون شانل. يبقى كلمه ايون شانل ليه؟ لان انا عندي ايون شانل. ليجند جيتد، الليجند هو دائما الاستايل كولين في الحاجه دي، الليجند هي الحاجه اللي تمسك، هو عندنا هنا الاستايل كولين. فبيقول ليجند جيتد، جيتد عشان في بوابه، وايون شانل اللي هي نوع البوابه. بيجي الاستايل كولين يمسك في الحته بتاعته اللي هي الان ريسبتور، يقوم حاصل ايه؟ مش دي ايون شانل، انا لو قلت لك يا صوديوم ولا قلت لك بوتاسيوم، هي ايون شانل شغاله لكله، يقوم متحفزه الايون شانل دي ويحصل لها اوبننج. طب لما يحصل لها اوبننج الطبيعي في الخلايا انا قلت لك جوه ايه؟ جوه بوتاسيوم وبره صوديوم.
يقوم داخل الصوديوم وخارج البوتاسيوم، يحصل تبادل، يدخل الصوديوم جوه ويخرج البوتاسيوم بره. وساعة البوتاسيوم اقوى في البوزيتيف تشارج، هي اي نعم بوزيتيف 1 لكن في الخلايا جوه بيكون اقوى، فيعمل عندي الكونتراكشن. عشان كده انا قلت لك ايه، الان شانلز كلهم اكزايتاتوري. ده كده بالنسبه للان ريسبتور، وكده بالنسبه للحصه بتاعتنا تكون خلصت. شكرا جزيلا.